الجديد عندي النهارده طاجن الفراخ بالفريك. اوعي تكوني حضرتك مفكره ان الفريك بيتعمل باللحمه بس. لا، ده انا النهارده هعمله لك بالفراخ وطعمه شهي جدا والفراخ دايبه وزي الفل. بص كده معايا المقادير: حبايتين طماطم، بصلايه، قرنين فلفل رومي، وثلاث فصوص توم. هنضربهم في الكبه لحد لما ينعموا يبقوا بالمنظر ده. عليهم معلقه صغيره فلفل اسود وكاري، ومعلقه بابريكا مدخنه، ومعلقه زعتر، ومعلقتين من الملح، وثلاث معالق كبار زيت. وبعدين نضربهم تاني ونرجع نحطهم في طبق لوحدهم. تقدري تعتمد الخلطه ديت في الفراخ المشويه. نجيب الفراخ بتاعتي اللي احنا غاسلها ونشرطها وننغزها كده بين العظم. ليه؟ عشان ادخل التتبيله اللي انا عاملها بالخضار ديت تخش جوه والانسجه كلها تتشرب من التتبيله بتاعتي. اخد بقى شطارتك هنا ان انت تاخدي التتبيله كلها وتحشي كل الفتحات اللي انت عملتيها بالمنظر اللي انت الجميل ده في الصدور والوراك وتحت الجلد، وتركنيها في التلاجة اقل حاجة ساعتين عشان يبقى التست معاكي مظبوط. صينية عليها معلقة من السمنة، وهنزل بالقطع اللي انا هشتغلها في الطاجن بتاعي زي ما انتوا شايفين كده بالمنظر الجميل ده. واوعي كمان التتبيلة اللي تفت ترميها، لا ده انا هحطها على الفراخ. انا عايز الفليفر بتاع الفراخ ده ينزل في الصينية. هزود بقى هنا زيت عشان السمنة اللي كنت حاططها قليلة، وارجع كده ايه اهز الصينية واقلب الفراخ بتاعتي. الفليفر والدسم بتاع الفراخ نزل فين؟ نزل في الصينيه مع التتبيله اللي انا عاملها. الخضار اللي انا فارمه دوت اتشوح معايا واستوى معايا بقى زي الفل. قعدت 10 دقايق بالوضع اللي انتوا شايفينه ده. وبعدين لما حسيت كده ان الفراخ كده خلاص اتمسكت واتلمت كده ونزلت الجوس بتاعها، هطلعها بقى. وهعمل ايه في الصينيه ديت؟ هنزل الفريك بتاعي اللي انا غسله ونقعه لمده ساعه ومصفيه. هنزل بقى في الصينيه زي ما انتم شايفين كده، واقلب كويس جدا لحد لما البهاريز اللي في البصل وفي التوابل بتاعه المستوي يشربها الفريك تماما زي الفل كده. مفيش اسهل من كده. طيب بعد ما قلبت الفريك هبتدي اعمل ايه؟ هظبط الملح بتاعي، شويه ملح وفلفل اسود، وبعدين ارجع احط سنه صغيره من البابريكا المدخنه بجيبها من عند العطار للناس اللي بتسالني. ارجع اقلب الفريك بتاعي تقليبه والتانيه كده لحد لما التوابل والبابريكا والفلفل الاسمر يتوزعوا تمام. وهبتدي اعمل ايه يا جماعه؟ اجيب الطاجن اللي انا مدخله من الفرن ومسخنه قبليها. يعني اوعي تستخدم الطاجن بارد احسن يكسر منك ويشق منك. وانزل بفرشه من الفريك، وبعدين احط القطع الفراخ اللي انا عاملها، وانزل بقى بالفريك على الوش. يبقى من تحت فريك وفي النص الفراخ ومن فوق الفريك. يعني انا غطيت الفراخ بالفريك كلها. وبعدين هرجع اسقي هنا بشوربه عليها معلقه من الصلصه. ينفع نسقي بيه طماطم بس؟ ينفع، بس انا بفضل الشوربه عليها معلقه من الطماطم دي، معجون الطماطم او صلصه الطماطم. وخلي بالنا هنا بقى هحط ميه لحد لما يبقى فوق الفريك بعقله صباع. بطلع الفراخ على الوش عشان تتحمر وتتشوي لما افتح عليها الشوايه. دخلتها الفرن، قعدت قد ايه في الفرن؟ قعدت ساعه الا ربع في الفرن. تمام، درجه الحراره 200. بعد ساعه الا ربع طلعت بالمنظر ده. الفراخ دايبه جميله جدا جدا جدا، طعمها فوق العاده خيال. والفريك زي ما انتم شايفين اهو باين وزي الفل، طعمه جميل جدا. الفراخ مع الفريك طاجن محدش عمله، ما ظهرش كتير على السوشيال ميديا. انا بعمل لكم الاكل اللي انا بعمله لاولادي يا جماعه. انا مش ماشي مع الترند. جربوا الوصفه وقولوا لي ايه رايكم في الكومنتات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.